خبيوة ميقري وميقراثة أمطرتت قوناي صبروخن طاوة بشمت ندبرانوتا قاونيتا تمردوتا وأمني سورياي قو أقليمة كردستان قابولو خنيخ بشينا وإيوغ بغداية إيتون عمن قو آها قد شاء الله يو بيشادية على شويادة ديوداعة سوريايا قو أطرا وقالوتا بشينا بيوخن قو بلخاند لومادة ديوداعة سوريايا هاو دورتي تريانيتا اتلن إيقارا ومشبتبتوخن إيلام عطرون لومادا بشينا بيوخن میوانانی قەدرگران بەڕێزان و خانمان لەگەڵ پاراستنی پایە و ناونیشانەکان ڕۆژتان باش بەناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سریانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەخێرهاتنتان دەکەین و خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان لەم ڕووداوە هەرە گەورە و دیارەی لەسەر ئاستی میدیای سریانی لە وڵاتی ناوەوە و تاراوگەدا بەخێر بێن بۆ نێوکارەکانی کۆنگرەی میدیای سریانی خولی دووەم بە ئامادەبوونتان شەرەفمەندین و بەشداریتان کۆنگرەکەمان دەوڵەمەندتر دەکات جارێکی تر بەخێر بێن. ضيوفنا الأعزاء السيدات والسادة مع حفظ المراتب والألقاب، أسعد الله أوقاتكم. باسم المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بحكومة إقليم كردستان نرحب بكم جميعا، ويسرنا أن تكونوا معنا في هذا الحدث الأفخم والأبرز على صعيد الإعلام السرياني في الوطن والمهجر. أهلا بكم في أعمال مؤتمر الإعلام السرياني في دورته الثانية. حضوركم يشرفنا ومشاركاتكم تغني مؤتمرنا. أهلا ومرحبا بكم. باقت ميقرا كل دورمزي أغنام دبرانا قاونايت مردوتا وأمن سوريا المقرا وتتمملو. حلدك يسخخ كبيرة. سلام اللوخن. ميقراثا وميقري عمطرت الدرغة وكوناي اتلاني قارا طويا ووخن عمان خيوما أنقايله شاريروثا ليلي يوما تشعي ثانايا باثر كل انشن يريخه اثلا شهارم دبرانوثا قاوانيتا مردوثا وامن سورياي توكاسا تهنقتشا بش قبارة ورويخة عالشوية ديوذاعة سوريايا قو أثرا وتوتاوثا وكبشتت برصوبي ياذو عاي مبعانة من بكارة وعليمة تخط مشكنة دلومادة ديوذاعة سوريايا قدرتي تريانيثا لاخا بعنكا وحبيوتا هيت بشلا قلتا دبني عمن من كل شوبا وعلى الأرعه يوانتا تكسلا مدبرانوثا بلخانة دورة قميثة شاتة تريال بوصرة مطوية ميقرة كل انديدخ دعلمن اديو بغزايلة طوارة قلولة قو كل يحقله ويذاعة بيثايلة لقامة باسو عياثة قلولة صب ابقد لتليتخومة قو حباطا هاو يذاع سوريايا أمينايا باقوذه والويوة عم طورانوثا قلولتا مع بيايث على الشوية خوشياثا وعووذا من قب تقنياثا ومصيانا المبلختت تقني خاثة
وشويلة أمي نايوثا رقميثا قوطة رسطة دقتشة مصيانة من مانه لكليثة درقل زيب نواثة ونصيحة قبصيثة دمها يمنوثة ورحوقة من خشتة باثر دقلة وبطيلوثة الهانا بتباقيو قووخن اديوم بهتشو تبتر وختا من ياذوعد عمن من أثرى ومن يانا من أثراواثا أحضر تيول سوريا لونا تركيا أستراليا وأوروبا بنيشة يصيبوثا على شوبت خيلة وبرميثة نقزن بحيلوثا حيلة قائم ديوذاعا ومبلغتيه يولتد للشانن سوريايا شرشايا ما تخاشخ من يصيبوثا عم شررتا على الأنقايوثا سعرا يواثا ومهم ناوثا بلاش وقتا قرت الويوثا وقذ ما يوثا وعلى يصيبوثا على ننقايوثا دد وقتو ويصرت يذاع سوريايا شق من شخلابه واتشي ولقبلتا ببرشتا وبولاغا بسبب ايو خعمة وتلان خزبوثة عرقا عموقل وقوثرة بغزايا وغئديوم كلا عسقواثا مشوتبه وهاولا حباطة مبلغتة تقرت شتآسي يذا عايد عمن دهاويلو معبدانوثا أخشويلة عاووذا قو شررت دهيايوثا وانطرت دزبوثة دعمن ومتكبرو يتوياثا الدرشي كله آني ملوئه مشخلبه وأننقاي البثدر غرابة إيقار درعيانا ورعيانا خنا أرخن يقرأ اتلان قوبل طيبوثة وإيقارة رابة والشلطانوثة دقليمة كردستان بريشايث مكثوة دريشة وزيرة علي يصوبوثي ورعيوثي المردوثة قاوانايث والمردوثة سورييتا ديلانايث قوبل طيبوثة أمنتا الوزيروثا ميقرتا وزيروثا مردوثة وعليمة سنتا الكل كالشرواثة دم دبرانوثا وهذا مقروخ قوبل طيبوثة ربثة السعثة طوياوة دلومادا وتحوشة خامن يذاعة جورجينا بهنام شمع متي وشليم أوراها العواذي طوياوة صرنا دي توياثا دوراشا ريشاناي وبرعاي عم سدري ونقي بوثا ولما نشوخ المقروخ قبل طيبوثا البعوة يذاعة مدبرانوثا قاوانيتا خاخا برصوبا عال بلخاني قلولة وأمي نوثي بليل ويوما التممت طغياوة الهانا لمادا بكميلوثا ميقراثا وميقري واليثي لألن متخرخ عموخن آني برصوبي دمشونيلي من علمن وان برصوب مشمهد يذاع سوريايا ببريشايث محسيا ولسن يونان بيشيل منيخا بشات تريل بو اسري اب هاداخ تخرخ رحوقا مطيوة آوا روحانايا دلومادا ديوذاعا سوريايا مترابوليتا عريوة مار يوحنن إبراهيم رعيا
وقرايا لقطرتا بقتا سواديتا ديوذاعة سوريايا تريل بوتشا بحلب وثلان صورة الدائر بشلموثة أو حوري مترابوليتا بولس اليازجي أو تبايش قليا حلقي ببصيروثة ختامة بخثثو مشررتا تران الدبرانوثا بثيخيلو ذم كلي دلبرشنيا وهاي مسراثة مشخلبة من طوياوات إديو إلى خسهتا بجربثة ومشرروخ أبهادخ قريثا على الأنقايوثة ضد وقتو يصوروثة ديوذاعة سوريايا شق من شخلابة وإتشة أخ دقرامس رشمة دلومادا آها هاويتم بسيمة شعار المؤتمر الترابط رغم الاختلاف والتنوع، يشرحه هذا التقرير القصير. وتاري استامان بو جنابي وزير بريس حمي حمد سعيد وزير روشنبيري ولاواني حكومة ياريمي كردستان وباب فرمت. ئامادەبوانی بەڕێز ئەم کاتتان باش، وەزیرە بەڕێزەکان، پەرلەمانتارە بەڕێزەکان، سەرجەم میوانەکان بەخێر بێن بۆ بەشداری لە ڕێوڕەسمی بەڕێوەبردننی کۆنگرەی ڕاگەیاندنی سریانی. بە خێراتنێکی گەرمی میوانەکانتان دەکەین کە لە دەرەوەی کوردستان تەشریفیان هێناوە و بەشدارن لە کۆنگرەکە. دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سریانی دەکەم بۆ بەڕێوەبردن و ئەنجامدانی کۆنگرەکە. ناونیشانی کۆنگرەکە گرنگە ڕاگەیاندن بابەتی سەردەم و هەفتە و ڕۆژە.
ڕاگەیاندن تا ئەو ڕادەیە گرنگە کە بە دەستەڵاتی چوارەم ناوهێنراوە، واتە لە دوای دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و داوەری دەسەڵاتی چوارەم بۆ نێو کۆمەڵگا ڕاگەیاندنە. ڕاگەیاندن لە ڕووی زمانەوانیەوە چەندین وشەی بۆ بەکار هاتووە یان بەکاردێ لە ئێستا و لە ڕابردووشدا. لەوانە ئاگادارکردنەوە، پێگەیاندن، جاڕدان. پێناسەی وشەی ڕاگەیاندن زۆرن، بە جۆرێکن لە ژمار نایەن. جوانترینیان لای من پێناسەی ڕاگەیاندکارێکی ئەڵمانیە کە دەڵێت ڕاگەیاندن بریتیە لە ڕاگەیاندنی بابەتیانەی ڕۆح و حەز و ئارەزوو بۆ چوونەکان. هەر لەبەر ئەمەشە وتراوە دەبێ ڕاگەیاندن لە خزمەتی خاک و خەڵک و مرۆڤایەتیدا بێت. ڕاگەیاندن سەرەتاکەی دەوترێت دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی یۆنانی کۆن، ئەو کاتەی کە فەرماندەکان، ڕئیس و ڕوئەسا کارێکیان هەبوو بێ بۆ ئەوەی بیگەیەنە نێو کۆمەڵگا لەسەر دار و بەرد و دیواریان دەنووسی. بە تێپەڕبوونی زەمان ڕاگەیاندنیش گۆڕانی بەسەردا هات بە چەندین قۆناغی جۆرا و جۆر تا گەیشتووە بەو ڕاگەیاندنەی کە ئەمڕۆ هەیە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگی تەواو بە ڕاگەیاندن نەدات. بەتایبەت ڕاگەیاندنی پێکهاتەکان و هەر بە ڕاگەیاندنیشەوە نەوەستاوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگی بە بابەتی پێکهاتەکان داوە لە بوارە جۆرا و جۆرەکاندا، بەتایبەتی لە کلتوردا. ئەوە تا لە هەرێمی کوردستان وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین بەڕێوەبەرایەتی گشتی تایبەتی بە پێکهاتەکان دروست کردووە. یەکێک لەو بەڕێوەبەرایەتیانە بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری سریانی کە ئەمڕۆ ئەم کۆنگرە بەڕێوە دەبات. حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت کێشە و گرفتی پێکهاتەکان بەڕاستی چارەسەر بکات. بۆ ئەو مەبەستەش دوو وەزیری بەڕێز لێرە دانیشتوون لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا مناقەشە و گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتە کرا. ئەوە بەجێی خۆی ئازادی پێکهاتەکان، خوێندن بە زمانی دایکیان، بەشداری پێکردنیان لە پەرلەمان، لە حکوومەت، لە حکوومەتە خۆجێیەکان خاڵێکی ڕەونەقدار و گرنگە بۆ حکوومەتی هەرێم لە نێوەندە نێودەوڵەتیەکاندا. هەر بۆ ئەو مەبەستە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران شەخسی سەرۆک وەزیران، جێگیری سەرۆک وەزیران، وەزیرە بەڕێزەکان پێداگریان لەسەرەوە کرد کێشە و گرفتی پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان بەکردەوە و بەجددی چارەسەر بکرێت.
هەتا لەوانە کێشە و گرفتی زەوی و زار. هەر لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا سەبارەت بە ڕاگەیاندن قسە و باس و گفتوگۆ زیاتر کراوە. بڕیارێک درا لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران بۆ دروستکردنی لیژنەیەکی تایبەت لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن و وەزارەتەکانی تری پەیوەندیدار بۆ دروستکردنی پردی متمانەی پەیوەندی لە نێوان ڕاگەیاندن و ڕاگەیاندکار و دامەزراوەکانی حکوومەتدا. ئێستا لەسەر ئەوە کار دەکەین. هەروەها حکوومەت پاڵپشتی ئەو هەنگاوانە دەکات کە داوای گەڵاڵەکردنی پەیماننامەیەکی ئاکار بۆ بواری ڕاگەیاندن لە نێوان کاناڵەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیدا دەکرێت و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران خۆی تەرخان کردووە بۆ ئەم بابەتە و لە نزیکەوە چاودێری و پشتیوانی دەکات. وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان هەر سەبارەت بە ڕاگەیاندن لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن و وەزارەتەکانی تری پەیوەندیدار خەریکی ئامادەکردنی ڕێبەرێکی کاری میدیایین کە بەم زوانە دەکەوێتە بەر دەستی هەموو لایەک. لەم ڕێنماییەدا هەوڵ دراوە بە هیچ شێوەیەک ئازادی ڕادەربڕین بەرتەسک نەکرێتەوە و لەگەڵەوەشدا هەوڵ دراوە ڕاگەیاندن و کاناڵەکانی ڕاگەیاندن و میدیا و میدیاکاران لە چوارچێوەی کاری یاسا و ڕێنماییدا کار بکەن پرۆفیشناڵانە و سەردەمیانە. من نامێ بچمە نێو وردەکاری. کاتەکە بەجێهێڵین بۆ ئەو بەڕێزانەی بەرنامەکان بەڕێوەبەرن. لە کۆتاییدا دەستخۆشی لە هەموو لایەک دەکەم و پیرۆزبایی لە برایانی سریانی دەکەم بۆ کۆنگرەکەیان دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری هونەر دەکەم. وەزارەتی ڕۆشنبیری و حکوومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشت و پشتیوانی پێکاتەکانە، پاڵپشت و پشتیوانە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکان. دەستان خۆش بێ، سەرکەوتوو بن. هیوادارین کۆنگرەکە ڕاستپاردە و ئەنجامی باشی هەبێت بۆ کۆمەڵگای ڕاگەیاندنی سریانی. جارێکی تر سوپاس و هەموو لایەک بەخێر بێن. نبقى الآن مع تقرير مصور عن منجزات المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية ونشاطاتها.
باقت ميقرا آنو جوهر عبدوكا وزيرة سوقاطة ومخبرياثة جو سلطانة إقليمة كردستان مقروتة مملو. برختة قدم توخن بياني باش. صباح الخير للجميع. بريزان نيافتي مطرانكان رئيسدار جنابي وزيري روشنبيري ولاوان، رئيسدار جنابي وزيري هرم بو كاروباري بيكاتكان، بريزان انداماني برلمان، بريز جنابي قايم مقامي عنكاوا، نوێنەرانی دەستگا حکومیەکان و سەرۆک حیزبەکان و واگشت ئامادەبوانی بەڕێز. من لێرەدا تەنها دەمەوێ سوپاسی ڕێزدار جەنابی وەزیری ڕۆشنبیری و لاوان بکەم کە ڕۆژێک دوای ڕۆژ سەلماندوویەتی و دەسەڵمێنی کەوا بەڕێزیان دۆستێکی ڕاستەقینەی میلەتمانە و دۆستێکی ڕاستەقینەی گشت پێکهاتەکانی کوردستانە و لە ڕێی بەڕێزیان سوپاسی ڕێزدار جەنابی سەرۆکی حکومەت دەکەم کاک مەسرور بارزانی و ڕێزدار جەنابی جێگری سەرۆکی حکومەت دەکەم کاک قوبات تاڵەبانی کە هەمیشە غەمخۆری پشتگیریکردنی ژیانی تەبایی و پێکەوە ژیان و گشت ئەم کارانە دەکەن لەوەیدا کە بوونی پێکهاتەکان لە کوردستان دەشەسپێنن و بەهێزتری دەکەن و بەرەو پێشەوە دەبن. هەروەها لێرەدا ناتوانین باسی ڕۆلی هاوکاری بەڕێزمان نەکەین جەنابی وەزیر کاک ئایدن کە ئەویش هەمیشە وەکو دۆستێکی ڕاستەقینەی ئەم میلەتە لە ڕێزەکانی پێشەوەیە بۆ ئەوەی بەرگری بکاتن لە مافی پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان. وەک جەنابی وەزیر فەرمووی ڕۆلی ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگە. پێش چەند مانگێک لە کۆنفرانسێک ڕێزدار وەکیلی وەزارەت بەڕێز دکتۆر سالار عوثمان باسێکی کرد. من ئەو باسە لێرە سوودی لێ وەردەگرم و دەجێڕمەوە، بەڵام لە بۆ ئەمانەتی ئەکادیمی دەبی باسی کەم کە ئەمە بیرۆکەی دکتۆر سالارە کە گوتی ئێمە هەمیشە بە مۆنەلۆگ خیتابی خۆمان پێشکەش دەکەین. مۆنۆ ئان لۆگۆس، یەک خیتاب یان خیتابی نەفس، حەدیث النەفس، نەک بە دیالۆگ. خیتاب لەگەڵ ئەوەی بەرامبەرت یان الحوار مع الآخرین. ئەمە کێشەی سەرەکی ئێمەیە گشت پێکهاتەکانی کوردستان بە کورد و بە تورکمان و بە کلدان و سریان و ئاشووری و ئەرمەن. ئێمە هەمیشە بە مۆنەلۆگ مامەلە دەکەین، لەگەڵ خودی خۆمان قسان دەکەین، لەگەڵ ئەوەی بەرامبەرمان زۆر بە کەمی قسان دەکەین. دیالۆگمان زۆر زۆر کەمە. ئەمەی ئەمڕۆ ڕێزدار کاک کەلدۆ و هاوکارەکانی دەیکەن هەنگاوێکە بەرەو دیالۆگ. ئێمە هەمیشە لە ناو خۆمان قسان دەکەین، وەکو ملەتی خۆمان
لە ناو خۆمان قسان دەکەین، کورد لە ناو خۆیان قسان دەکەن، تورکمان لە ناو خۆیان قسان دەکەن، ئاراستەی خیتابەکەیان لە بۆ بەرامبەر ناکەن. ئەمە نوقسانیەکی گەورەیە لەلایەن هەمومان. دەبی هەمیشە جەخت بکەین لە دیالۆگ. دوێنێ بە ئامادەبوونی ڕێزدار جەنابی قایمەقام کاک ڕامی، کاک سامان سەرۆکی شارەوانی و تەشریفهێنانی ڕێزدار دکتۆر محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ڕاگەیەندرا لە عنکاوە لەسەر فەرمانی ڕێزدار جەنابی سەرۆکی حکوومەت کاک مەسرور بارزانی کەوا مەشروعێک پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون بۆ لاوانی عنکاوە کە نزیک 1000 وحدەی سەکەنی دەبیت ئەلەم قەزایەدا دروست دەکرێت. ستا لێرەدا دەپرسن لۆ ئەو باسە دەکاتن ئانۆ. ئەو باسە دەکەم لەبەرەوە چۆن گرنگە ئێمە بنیاتی بینا بکەین، باڵەخانە بکەین، ئەوەندە گرنگە بنیاتی مرۆڤ بکەین کە ئەمڕۆ ئەم کۆنگرەیە یەکێکە لەم کارانەی کە مرۆڤ دروست دەکاتن. دەبی پێکەوە بنیاتنانی بینا، بنیاتنانی مرۆڤ پێکەوە بڕۆن ئەگە تاکو بتوانین کۆمەلگایەکی تەندەروستمان هەبیت. بۆیە من لێرەدا سپاسی کاکلدۆ دەکەم، سپاسی بەڕێزان لە بەرەوبراتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سریانی دەکەم لەسەر ئەم ئەرکە نایابەیان، و سپاسی جەنابی وەزیر دەکەم کە هەمیشە پشتگیری لە بەرەوبراتی گشتی ڕۆشنبیر هونەری سریانی دەکاتن و خەبەری خۆش و شمبیستیە کەوادا لە دیانە لە سۆران بەتەمان بەرەوبراتیەک بکەنەوە لە بۆ ڕۆشنبیری سریانی کە ئەمە لێرەدا جەنابی وەزیر ئەم بابەتەمان لە جەنابت دەوێ و دەمانەوێ لە دیانە لە سۆران بەرەوبراتیەکمان هەبی بۆ ڕۆشنبیری سریانی. و هەروەها زانیتم معلوماتم زۆرە جەنابی وەزیر کە بەتەمان بەرەوبراتیەک لە بۆ ڕۆشنبیری ئەرمەنیش بکەنەوە. ئەویش جەنابتان لێ دەکەین، داواتان لێ دەکەین لە جەنابتان کەوە ئەمەش بەرجەستە بیتن و ئینشاءڵڵا فەرمانی پێ دەربچیتن. لە کۆتاییدا تەنها ئەوە دەرێم ئێمە وەک پێک هاتەکان وەک کورد و تورکمان و کلدان و سریان و ئاشووری و ئەرمەن لەم ڕۆژ هەڵاتەدا وەک دنکەی هێلین. ئەمەم بیست پێش چەند ڕۆژ ئەم وەسفەم زۆر بەدڵ بوو. وەک دنکی هێلین حەبەت الهێل، چەند لێ بدەی ئەوەندە بۆنی زیاتر دەردەچی، چەند لێ بدەی ئەوەندە بۆنی زیاتر دەردەچی. ئەگەر لە ناو ئاوی تێکەی ناو چاویش تێکەی هەموو ئەو چایە و ئەو هێلا دەبتە تامی وی و بۆنی وی. بۆیە زۆر زۆر سپاسان دەکەم و هەر هەبن. تكريما لدوره الريادي في رعاية الإعلام السرياني وتأكيده الدائم على ضرورة تماسكه وترابطه رغم الاختلاف والتنوع، يسرنا أن نحتفي بالغائب الحاضر المطران يوحنا إبراهيم الذي سيبقى حاضرا في وجداننا. يتفضل الأستاذ كلدو رمزي أوغنا المدير العام للثقافة والفنون السريانية بتقديم هذه اللوحة الاستذكارية. يتسلمها سيادة المطران مارني قوديموس داود متي شرف رئيس أساقفة الموصل وكركوك وأقليم كردستان للسريان الأرثوذكس، فليتفضل. الكلمة لك الآن سيادة المطران. تفضل.
بريخ صفرو شلومو حوبو ميتول احنان هوشو بلومودو سوريويو ماليل عال كل ميديم دفرس حزو سوريوي زوديق دم ماليل بليشونو سوريوي برامين كاد ملينان بليشونو سوريوي لونوش مستاكال دي لونويث كاد ملينان بليشونو كثوبونويو إنقق مشغلين بليشونو كثوبونويو أعدق مشغلنو طورويو ليشونو عامويو وعامو مشغل أعم إيبي بس عم حبول مع الأسف لو كل نوش كيبي مستاكل ميدت كمينة راح نحكي بالعربي لأن باللغة السريانية الفصحى والعامية ما كل واحد راح يقدر يفهم. الغاية من اللغة هي التواصل. أكيد هي اللغة تعبر عن هوية، اللغة تعبر عن شعب، اللغة تعبر عن ناس عاشوا في تاريخ في مكان جغرافي، لكن بنفس الوقت مفهوم اللغة هو ليتواصل الإنسان مع أخيه الإنسان. ولهذا نحن يهمنا أن نصل لأخينا الإنسان وين ما كان بأي لغة كانت، مع احترامنا لكل اللغات وتقديسنا لكل اللغات. كل اللغات هي لغات مقدسة عند أصحابها ونحن نحترم هذا الشيء. تكريم نيافة الأخ الكبير المغيب قسراً مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم مطران حلب هو تعبير بالفعل عن الإحساس بالذي كان له دور كبير في إعطاء الثقل للإعلام السرياني في كل مكان، وهو عرفان بالجميل. وهذا يحسب كثيراً للمديرية العامة للثقافة السريانية بشخص السيد كلدو. نشكرك شكراً جزيلاً أنه كانت هذه الالتفاتة المميزة في استذكار هذا الحبر الجليل الذي خطف هو وأخيه مار بولس يازجي في وضح النهار منذ ما يقارب 10 سنوات أمام صمت دولي كبير، وخطف المطرانين أمام هذا السكوت المتعمد هو وصمة عار بجميل كل من له يد في هذا الأمر، وصمة عار في جبين كل من يقول أنه يعرف الإنسانية وهو لا يعرفها. المطران يوحنا إبراهيم هو من الشخصيات التي خدمت الإنسانية بشكل عام وخدمت أبناء شعبنا بكل مسمياتهم بشكل خاص. هو ربما يكون مغيب عنا جسدياً، لكن بالروح هو دائماً معنا، ونحن جميعاً نصلي ونتضرع إلى الله أن يعيده سالماً إلينا اليوم قبل غد. ولكن مع الأسف لا نعرف أي معلومة عنه نهائياً، ولكن نصلي ونحن كلنا ثقة أنه يسمعنا الآن، ونصلي أن يعود لنا اليوم قبل غد. أود أن أشكر مرة أخرى السيد كلدو وكل القائمين، معالي الوزير وكل القائمين على هذا المؤتمر المهم جدا، مؤتمر الإعلام السرياني. ويا ريت
نقدر نخلي ثقل أكثر على هذا الإعلام للناطقين بهذه اللغة المقدسة، اللغة التي طهرها الرب يسوع بلسانه هو وأمه العذراء مريم ورسله الأطهار. هذا الإعلام الذي يهم كل أبناء شعبنا بمختلف توجهاتهم. الإعلام هو الذي ينقل الرسالة للجميع، وبالذات في وقتنا الحالي عم نشوف الإعلام له دور كبير في حياة الناس. فنتمنى التوفيق للقائمين على هذا المؤتمر المهم جدا ولكل المشاركين به، ونطلب من الله التوفيق الدائم لكل من يسعى لمثل هكذا مؤتمرات مهمة جدا لتقريب الواحد إلى الآخر، لأن هي هذه مهمة الإعلام. شكرا جزيلا. الحضور الكرام، تبدأ الآن الجلسات الحوارية بحسب جدول الأعمال المتوفر لديكم. ندعوكم للانضمام إليها. السادة الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا في مؤتمر الإعلام السرياني. يسرني أن أتولى الآن الجلسة الأولى من أعمال هذا المؤتمر، وعنوان الجلسة هو الإعلام السرياني المؤسساتي. وستتضمن هذه الجلسة بهذا العنوان 4 محاور، وهي: أولاً، الإعلام السرياني بين الوطن والمهجر، للباحث أمير المالح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة يومانا الإعلامية، المشرف العام لموقع عنكاوة.com. يتفضل الباحث أمير المالح إلى المنصة. الباحث الأستاذ أمير المالح هو قادم من السويد، وكما قلت لكم هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة يومانا الإعلامية، المشرف أيضاً على موقع عنكاوة.com. المحور الثاني في هذه الجلسة هو عن الإعلام السرياني حزبياً، ما له وما عليه، وهو أيضاً للباحث يعقوب غورغيس، وهو مسؤول الإعلام المركزي في الحركة الديمقراطية الآشورية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آشور الإعلامية. يتفضل الباحث يعقوب غورغيس إلى المنصة. المحور الثالث في هذه الجلسة هو الإعلام الكنسي، نقاط القوة والضعف، للباحثة زينة يوسف، وهي مديرة قناة سوبورو الفضائية، وهي قادمة من لبنان الشقيق.
تفضل استاذ. أنا بسينا. المحور الرابع في هذه الجلسة الأولى من المؤتمر هو الفضائيات المتخصصة للباحث الأستاذ موفق حداد، وهو إعلامي وكاتب. يتفضل الأستاذ موفق حداد إلى المنصة. استريح استاذ، تفضل. تفضل زينة. نعم. هناك ملاحظة لأغراض تنظيمية يهمني أن أؤكد على الوقت والالتزام به، على الوقت المعتمد في تقديم أي بحث من هذه البحوث. وإذا هناك أي سؤال أو مناقشة أو تعقيب سنترك أيضا مجالا للحديث. نبدأ هذه الجلسة الأولى بالمحور الأول، وهو الإعلام السرياني بين الوطن والمهجر، للباحث أمير المالح القادم من السويد. تفضل أستاذ. بسيمة كبيرة أخوانا العزيزة، مشينا قاعد كله خين وكبيرة بصيخين وحضيرة هذه لومادا الديودة على السوريايا. ألو أوكي خاق أخرتا كيبنو أبرنو كبيرين بصيخة يون من نوخن جو هذه لومادا السوريايا، لومادا ديودة على السوريايا. وأكيد كلنا بغداد تودخ محاولة المنجح أخرى. فأنا دا بدي محكم بسورة وبلهجة عنكاوة ديدا طبعا إلى خاطرة إنه هذه يداعى إلي يداعى سوريايا، فتهذا خشون لشانة يداعك لازم هو جو لشانة سوريايا. نعم. فأكيد كلهم كنت خا محكي قاود لعزة جاني بتفهموا اللغة هذا بشتون، وآدي بتويا خا رمزة ضد وحدة ضد ملتن هم كلهم فهموا باللهجة خنا. فده بمشار انه قلت شوبا الكترونية عنكاوة.com كلهم يجوا سميتون قاود ادي شوبا الكترونية، الموقع الالكتروني عنكاوة.com باش تمشوا تسا بشات البوت شام وتشوتشي قاود سويت. ادي موقع طبعا بداية بشرايا نيشة دي هدفي ايوه تمكابشوا يالت عنكاوة أنتيو بريسي قاوت أثرواصة بريشي قاوت تيول. طبعا قام يوثا يعني بداية شقل هذه دور ويليب مجامع من يانا رابا من يالت عنكاوة أنتيو قو كله أثرواصة بريشي، لكن كبيرة قلة يليب بنفس الوقت مجامع يالد ملتن كله لا بس يالت عنكاوة. ورويلة موقع فش الكبيرة رابا بسبب إثوة هذه حاجة يعني طالد يالد ملتن من كل شمان بريشة من كلداي من سورياي من أثراي يليبوا جمعي قود هذه موقع. وهذه وخا من أسباب مهمة ضد نجاح الموقع إنه لو لتشبر شنيا بين شمالة ملتن ولا بين طوائف الملتن كم اعتبار كما ودلا هذه ملتا خملتا بشمان بريشة، وكم اعتبار كما ودلا خسروة هذه من دي طالت ملتن.
فكنت محكوا الأسباب نجاح الموقع هذه إيوة خامن أسباب كبيرة مهمة طبعا. فالآثق الأسباب خند نجاح تتمشاروا قاو، وطبعا كلهم كيديتهم خفترة معينة يعني بين 3005 حل 3015 هذه موقع إيوة من المواقع الأساسية والرئيسية جو لا بس بين يالد ملتن بل كانت بكل العراق يعني بشات التريلب وإسرة موقع انكاو دوت كوم إيوة خامن 5 مواقع أساسية قاو كل العراق إثوالا عدد زوار ديدة من يعني زيارات ديدة 50,000 جو يومه بس فقط. فهذه شو موقع خلنا إلكتروني عراقي لا ماطي وقله بل حتى ودخل منافسة مواقع عربية رابع. فخامن أسباب نجاح دغد ميري قام قصة إيوة تركيزا اللي وحدة ملتن وانفتاح تكل شمانة ملتن بدون أي برشنية، وبنفس الوقت إيوة انفتاح الكل إيتاثد ملتن وبدون أي برشنية. أنا من ديانة إيوة خامن أسباب رئيسية. من السبب الرئيسي خلنا ضد نجاح الموقع إيوة استقلالية موقع واستقلالية تمويل الموقع، أي كبيرة مهم ياوا من يوم قمايا شقلا أرخى برشتاقو مسألة تمويل الموقع وإيوة مسألة تمويل بالدعاية والإعلان يعني ولب إعلان شقلوخ شو مساعدة من أحزاب وإيتاثة طبعا مع احترامات أنت كله أكيد إحنا متأكد إيتاثة وقب وأحزاب تملتن وكله شو تاسة ديهن إلو اهتمام بوادق ويداعة بس ناشن كيف بايش مستقل هاويل خورخة جاني المفروض لا شاقل هيرتا أو عذرانا من شو جهة معينة يعني. وهذا أو أي من دي أخني ودلن وتهادخ فشلن يعني إليبن نجحوا قاود خامن أسباب خندد نجاح يوا قضية استقلالية الموقع واستقلالية تمويل الموقع وودلن اعتماد من يوم قماية الإعلانات التجارية وخاصة إعلانات جوجل طبعا إلى حد كبير إليبن ودخ تمويل الموقع بشكل جيد عن طريق هذه الإعلانات يعني. بعدين إيبن خمدي خلنا مهمة وطال نجاح الموقع إيوة طبعا هذه ممكن هو سبب نجاح وممكن هاويله جوانب سلبية أخرى كذلك وهو المنتديات الحرة أو النشر المباشر للأخبار والنشاطات. النشر المباشر طبعا انت تري هذه جوانب سلبية وإيجابية. السلبية هي ممكن بايش استغلال ويدا من قبل كبيرة ناشئ يعني نشر بعض المنديان غير صحيحة والتي قد تؤدي إلى جوانب أخرى يعني سلبية. لكن بشكل عام أي مندي أنه برستد خبرة وفعاليات ضد كل شو تاسد ملتن بشكل مباشر بنفس اللحظة داريلو بيش بريسو على المخازن بنفس اللحظة طبعا إيوة سبب خلنا من نجاح الموقع دغد ميري وإليبو كبيرة هذه موقع إليبو كبيرة من عليمد ملتن جوانقو خماثة من كل أطراف الدنيا وخاصة من إقليمها لأن بفترة بزونة مشوريلا من عنكاو دوت كوم جو سامة كل سامة عراق يعني كل دكواسة عراق لثوة إنترنت لثوة بش جو إقليمها فتهادخ بش بريلة تفاعل بين يالد ملتن لاخا وموقع عنكاو دوت كوم. بس خلينا نقطة أخرى محكنا وقت أوكي؟ نعم. خلينا نقطة أخرى مهمة جدا إنه ما ثيل دي موقع إيه كم طيلة إديو يوما وما بايش مستقبل ديه. أنا خشون أي نقطة لازم بيج من كل نقاط خلنا اهتمام ودرجاوة. مات بريلي أكيد إثوالا عبدانوثة وتأثير وكار اللي كبيرة من ديانة جو ملتن إنه هو يجو أثرة يانجو خارج أكيد إثوى هذا تأثيرات وإثوى كبيرة تأثير اللي كبيرة من ديانة خلنا بس ده ليه بدنا نحكي كله من ديانة جو تفصيل بس ده بيج مهم اللي من كله ما بدودخ قاعد أي موقع ميل المستقبل أي موقع وده داخل حاليا يعني بهذه اللحظة. طبعا ده بصراحة أمر النوخن يلي كبيرا رخيصة موقع ليل مقاماي أبدا إثوالا 50,000 زيارات باليوم 3,000 حل 3,000 وأرباسر 15
ده بيشل شو 8000 بيومه من 50000 الى شو 8000 بيومه. عدد المواضيع يوريو قاود موقع يعني قاود خير خا ايو الباي قماي ده هيلو باماي فايث كبيره فرق بين موقع قماي وده. وطبعا لك بندا محكن الاسباب تمبري لهذا وكلهم كيديتو انه هو السوشيال ميديا مؤثره بشكل كبير جدا اللي لابس موقع جديدا انما كله مواقع خلنا يعني حتى المواقع العربيه مواقع كرديه مواقع ضد احزاب ضد كل دكواثه بريل التاثير كبيره رابه من السوشيال ميديا الا ده عن قماي عن كاو.com ايوه دكتة جماعه كبيره شباب الى دكتة اخبار رياضيه اخبار كل انواع الاخبار بس ده لا بيشتري تريمن يعني مهم له مقالات سياسيه واخبار فقط يعني اهتمام ديا ده تركيز ديا داني تريمن يعني له وان ادغ مقارنه جو زيارات اثيوانا قماي اني تريمن ديانه وده الى تقريبا نفس الشيء يعني حل ده عندي اهتمام كودي جو اخبار سياسيه وجو مقالات له بثايا الموقع له بقرايه وإلى براي نقاشات جو منبر الحر اللي مقالات بيش كثيوه بس اني جوانب خلنا ضد موقع اني بيش ضعيف. فمستقبلا طبعا اتنخ مشكله كبيره ربطه ناشا اميره يعني كلن يدرقا الى تواصل اخني مشوريل هذه موقع مشو تسل جو سويت جو اوروبا وجو لشانة عربايا الجيل القادم جو سويت جو خاليا لشانة عربايا ولا يدي سورة يعني بشكل عام يعني يدي محكي سورة بس قصدي كثاوة وقراية. فأي مشكلة كبيرة ربطة يعني ليث جيل خاثة ليه بشاقل أو ده اهتمام جو موقع عن كاو.com نين لاده لشانة عربايا. فهذه من دي إلى مشكلة كبيرة ربطة معاناة يعني معاناة منها ليه مخصص لجان الإدارة ضد عن كاو.com بأي سبب بسبب أي من دي ومن دي تري إن تشقلغ من أثرة يعني هم يعني كي بغلق بغناش اميره وهاو واقعيين انه بمأثره الاستقلاليه الموقع اخي لانه هاو جو سويت وهاو جو خارج اكيد ناشا بش يبقى حفاظ الاستقلاليه ولا تتابع تشخاء ان ادعو اعتماد الشباب جو اثرى انا متاكد ان اذن طاقات هائله ورابه كبيره رابه قاوت اثرى بس من ناحيه اني هم بحاجه له تبل خانه وبحاجه له يعني تمويل ومن ناحيه اخرى مقد هاوي اي موقع بايش جو خارج باش تاوي باود حفاظ الاستقلاليه. اوكي الوقت؟ ايه دقيقه بعد. اوكي يعني اني جوانب انا تخازنه مهم جو اي من دي جو موقع عن كاو.com وانيثن اسئله انيثن بقاره من دي. نعم. رجاني. شكرا استاذ امير المالح. طبعا باختصار وايجاز تحدث الأستاذ أمير المالح بالصورة تحدث عن موقع عنكاوة الذي تأسس في السويد وكان له دور في جمع أبناء شعبنا ولهذا الموقع منافسة أيضا قوية وكان يركز أيضا على أخبار أبناء شعبنا بدون أي تفرقة. انفتح أيضا هذا الموقع إلى الوسائل الإعلامية الأخرى المختلفة وتحدث أيضا عن تمويل هذا الموقع واستقلاليته كما تحدث أيضا عن مستقبل موقع عنكاوة.com. نترك الآن أو نفسح المجال الآن لسؤال أو سؤالين للحديث. تفضلي ست مارلين. مايك اللجنة التنظيمية، مايكروفون رجاء للمتحدث. الو شلام الاخون دكتوره مارلين اويش عضو مجلس امناء شبكه الاعلام العراقي. رابع بشينت اتيا رابي امير ونسيونة عنكاوة.com يعني الى نسيونا رابا اتلن اقاره بيه اختي بقاري الى من امر اخترش شقين من دي قمايا قشقتو خلشت أست مصعت يوذاعة يودرت أطرة
إن هو يمدبرانوتة أن مصعي الودرت أطرة هل إلى بدو شوية معبدانوتة بالخانة هاوي أتلم عبدانوتة أخت هاوي شت أستيقو أثرة ومدبرانوتيقو أثرة ين لا لا فهمني يعني قوم تستد مودي يعني أخ مدبرانوتة تأني مصعي إدارة مصعد يوداع مصعد يوداع إن هاوية ودرت أطرة ومرخشت تشولة ومجوشت تشولة إلى ودرت أطرة اتلى معبدانوتا البلخانة سلبي ين لا لتلم عبدانوتا اكيد هاوي ممكن هاوي لبلخانة معبدانة وهاوي لقرة وشاقل شوبة او مخجبة الجيبة تسري بقاري الى رابي دوست ديوم مواقع الويب لتلي رابا زوار ولي خزي لرابا ناشي ولتراجع موقعة عنكاوة قاموا لا وروخن جو مجال التطبيقات الإلكترونية قد هاويلوخن شوبا ووجود قاموا له هذا تطبيق بشمة عنكاوة.com مصلخ لقو موبايل وشغلخ ويوخ منه وخزخ الطب يومايت بس مرام اوكي واضح تمام سؤال قماية طبعا هو بس امتلي وكبيرة مهم خازناني انهم دبرانوثد وسائل الاعلام ديدا انهاوي بخارج ينهاوي بداخل ميل فرق قاو ومقب تابيله تاثير اللي طبعا انا محكي لي دي موضوع يعني بخرويثة تنيثة ديدي انه انهاوي بداخل بصراحه ناشئه اميره جو عراق خاصه او بسوريا او بلبنان اخني عملتن اكيلا بندك واحد ملتن قاوه دائما كيدق ايثن ضغوطات من قبل كيف بغلق بغناشة مراو واقعين ومحكوا بشكل حر انه ايض ضغوطات من قبل مؤسسات لاخه يعني انهاوي احزاب انه هي حكومات انهاوي ما تهاوي فدائما ليله يعني ليله نفس الحيروثه عيشي قاوه اني مدبرانوثه انهاوي جو خارج يعني خامغ دوله السويد شو شكل من اشكال شو خليبه تاثير اوت الا يعني فبرناشة ضعيفه قد تؤدي يعني قد بالبدايه إذ شتاسة كبيرة كاوي حيرة وكاوي له الاستقلالية كاملة بس مخرضق نبلي جو أرخى خرطة يعني فتهذا غير مارا أنا دائما إنه هو يقول خارج أنا برأيي الشخصي إلى يعني عبدانوثة وتأثير أني يداع أني يعني مصعايد يداع كبيرة بشبتويا إنه هو يقاوت داخل بالرغم من ما أنا متأكدين إما إيثن طاقات وإيثن إمكانات هائلة جو داخل جو كل دكتور يعني جو كل أفرباط خير قاوة أخني يعني إن هو يقع عراق أو بسوريا أو بلبنان أو إما دكتور أخذ هو يخرتها وأنا خزية كبيرة من شتاء صبريتل وما خو إيلويد شلانة كبيرة جبار يعني أنا متأكد منها بس من ناحية استقلالية أنا متأكد يعني اتهاد فكرة أو اتهاد رعيانة إنه تأثيره يعني بش استقلالية ديهم بش تاوي بحاميلة من ما تهاوي جو داخل أما السؤال التري أخني ودلن كبيرة محاولات قد يورغاو السوشيال ميديا إن أي سؤال أغلاد ودلن محاولات صراحة حتى ودلن محاولات إنه أودغ مواكبة هذه قضية عن طريق يورغو أي قضية أولاً كنت بديل السوشيال ميديا تأثير شاقة الكبيرة قاود اللي موقع ديداً اجت امكانيات بياشي وبش قصه فلث ولا امكانيات ماديه تدعو دخول اي خم من اسباب بيوا وسبب التري صريح يخاو منه اداره او مدبرانو تديدا يلو كله ناشب عمر يعني ليل يعني 60 وفما فوق دخل يمريلا فيعني ليه لاوي علي موجوان قزوره بش اتو تاثير السوشيال ميديا بش ايبو ودي مواكبه بش ايبو فهمي لمن مات هاوي ناشي خن بش أدية فأي من سبب خن يوا وخشون سبب خرايا إيوه تقصير منن بصراحة يعني لازم محكوخ يعني بصراحة لداني من ديانة فأثوى تقصير رابة منن أخني لك فهم مخلة يعني أي قضية قمت لازم أوخ فيما أنه أي دا بشكل دورة لازم أخنش هاو منه قد معطف إلا ناشديدا عن أي طريقة كبيرة من شو تاسخ من وسائل الإعلام خلنا كان فهمي لأي قضية قبلنا يعني ويليبوا يوري قاوة وبشلوا يعني إيدا بإيدا هم موقع إلكتروني هم صفحة ديهن جو سوشيال ميديا بغداد بلاخة وأي المفروض هذا خو خويده أي من يؤخذ علينا يعني
شكرا أستاذ أمير المالح. نتحول الآن إلى المحور الثاني في هذه الجلسة، وهو الإعلام السرياني حزبيا، ما له وما عليه، للباحث يعقوب قرقيس، مسؤول الإعلام المركزي في الحركة الديمقراطية الآشورية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آشور الإعلامية. تفضل أستاذ. بريخ صفرو قدمتوخم بريختا بشينا تيلوخن كلوخن قداها لومادا شابيرا يوداع سوريايا قميثا تودي المدبرانوثة مردوثة سورييثا الداها عودوثا وآها خوباطة بنيشة متيتا ظهرة بالزودة اليوداع سوريايا قاونائيث هم زمن كريوثا قلت 8 دقيقة 8 دقائق رابي غير 8 دقيقة اتلن المحكيثة كريوثا وبقديموثا اليوداع قبايا سوريايا هنا خشون أن خامن مصعد يوداع دينا بش أسقق قابل خانة إلى يوداع قبايا ين الإعلام الحزبي ماصن أمرن يوداع قبايا إلى يوداع رنيا إلى إعلام الفكر بشزودة من ديقة هاوي بشراوة من ديقة هاوي يوداع طبايا ين إعلام خبري علثت يوداع قبايا اتلي خكمة صبواثة اتلي قضايا صيرنا برنية وتخمنيات الدو قبت إلي بسناد اللي ين بناي اللي وبراس اللي آها يوداع قوت هذا خازخ جو يوداع قبايا جيبانت اتلو الصورة برنية ومجمرتت كلياثة بوليتيقاية الوث صبواثة بريشة حول قضايا يعني سياسية أو مجتمعية متعددة قبط هذا ماصن أمر يوداع قبايا إلى معبرانا الكلياثة بوليتيقاية تقبى حزب ينخاطو كاسة بوليتيقاية وليلة ألصيتت أن كلياثة مدوقي من رعيانا قاونايا من الرأي العام كلنا إيث لا إلا كالي من رعيانا قبة ديلنا إيث يعني بالخصوص أخنا نقول أيوة خمدي قاونايا يوداع قبايا إن آثق أخنا نقشقق جو قبد أمتن قبد عما كلدايا سوريايا أثورايا وكما إتلن أخنا يوداع قبايا يعني أني قبديا قمت خدنا إسري 30 خرايا وبريشا إيث مباثر خو تشي وخاء قد بريلا خيروثا وشلطانة قرب الخير لخا جو قربيا جو قليمة كردستان قم هاويلا قبي وقم هاويلا يوداع قبايا إنا مقم إنه قاونا إيث جو عراق الشوية عراق لتوالا قبت إتوالو يوداع إيوة خد إيدة كنشة يعني إثوى يوداع شلطانة وإثوى يوداع قبة مشلطة يعني حزب البعث إن يوداع قبة قومتا لتوالا دزوثا باثر خوت الشي لمصيلو كل قبت إتوالا جو مشطاخت بالخانة بوليتيقاية هاويلو يوداع قباية قميرة ماصي ماطي الشوية رويخة من كنشة من ناشدين بنوند أمتن ببريشوث شو ما هي يعني ببريشوث تخمنياثي من سبب يوداع قباية هالبد بيالي تمويل بيالي سنتا زوزانيثا إلى مقدانة زوزة ليلة ميانة زوزة قبا يوداع قبايا قبط هذا بيالي خخيلة زوزنايد كالي بصري واخنا بداية وكما ايوم صياثة قبديين بدانا من جيبة زوزنايا قبط هذا غلمصيلو باني ان مصعي يوداع قميرة دهاوي مع بدانة المماطي
جو كل بيثا ين ماطي الرعيانة كل بنونة أمتن بيو النسيانة أنا أخ يوداعت زوعة ديمقراطية ثورايا بل كد إلى إيه تجربة بش يعني اتلا خبرة يعني جو العمل الإعلامي الحزبي يعني بالخانة يوداعايا قبايا من سبب اللاثة بريشة يعني خمنة إيوا أن يالي أن عليمة وعليماثة فلخلو جو مصعد يوداعا أخ متطوعين يعني قبط هذا خمصيلا أخني بانخ أن مصعد يوداعا جو شورايا بل كت قاقاي قميث وأخنا بتخلن برسقالة آشور جو أربل جو من عنكاوة خارتها برسقالة آشور جو مديتة نهضرة جو دهوك خارتها برسخزوة محطة آشور الأرضية جو أربيل جو دهوك أما يوم من قمني إيوة سبرزونة بهرة جريدة بهرة بتروي ليشانة يعني إيوة بليشانة سوريايا وبليشانة أربايا صيلا قد أرخد أني مصعي يوداع بشرارة دماطخ الخكمايو ثرابة قرتها من بني أمتن جو كل شوية خيوثة ومصيلا بأرخد يوداع قبايا مبرخ ومشت اسخ الرعيانة قاونايا يعني أودخ راعي عام اخضر رابه قصته يعني رابه ملوءه رابه صبواثه انا نقايد اتلو الصوره بخيوثه امتن بها قياثه امتن لخا جو اثرى بيون خك مطوسه ال بالخانه يوداع دياني يعني كما ايوه مع بدانا فاثخوا خكما ملوئد بلكت ايوا تابو جو يوداعا ين جو امتن لي قشدري وين لي ماطي وإلا قد هاوي ودوراشا بديه يعني قاطوسة ملوءة انقسام ين بولاغا طيبايا وبريشوث شماني جو امتن وخيادة امتنايا ين حيادة امتن أن ملوءة إيوا ثلاثة ملوءة الساية جو يوداع قبايا بشلو مبلخة وكثيبة بدية ودريشة بدية ورابة خرزة بشلو مقروة جو برسقالة ين جو برسخزوة ورابة أرخي بشلو تشيدة ورابة مقالات أمورية بشلو كثيوة وبريسة بتروي ليشانة أربايا وليشانة سوريايا بريلة خادوراشة أبقوا أمتن إنه أخنا إيوخ غذاء أمتا أخنا إيوخ عما إنا قصر بريشة زونا موودة لأديوم قد أخني هاوخ بريشة مغذاذي هاولن شمانة بريشة إنا انديرخ لبارة ديرخ الأقردياني إيوخ أن ملوء بلكت خمت من زونا إيوه تابو أبخلي ما صي ودارش وبديه ين لثوة خيوداعة لثوة خميديا قومتن قد باتخوالو أن ملوء باتخوالو أن مواضيع قدراشة قحوار قيولت ضرعيانة بريشة خملو أخينا رابع أن نقايل بلكت اتناشت هي ولخ قدية أوانا إلى خي اللي أوما شقلة إيه مرحلة شراية خوت الشي تريوت الشي إيه قد بريلة ملوءة مدرشياثة سورياياثة جو أقليمة مقريثة لشانة يما جو أقليمة بلكت اتوا رابز دوثة مخاوف اتوا جو مجتمع ديا جو كنشة ديا من مشضري بنوني ادآزي قاري تجربة خذته ونسيان خاثة وادآزي قاري بلشانة ديما جو مدرشياثة رشماي لخموا بينا قرة يندور ميديا ين يوداع قبايا قد هاوي معذرانا وهاوي مع بدانوثة الأوهاثة يالوبي دمشضري بنوني آزي قاري بلشانة يمايا بلكي يوداع خيند إثوى ليو رابا يصبتانا ليو مهتم لثوى لأو اهتمام آزي يا لزوري قارب لشانة يما المدرشات ديا ينلي آزي إن أخا صبوثة أمتنيثة ريشيثة قضية مركزية وبالنسبة إلا نخ إعلام حزبي إنه قرق ماطخ الناشديا أرخت ميديا ومغزخلو كميلة أن نقيثة كما طوتي لديال زوري آزي المدرشات قاري بلشانة يما
وأي إيوة خمن صبواثة قوري إيوة يعني صرنا محور جو يوداع عديا قبايا ملو أخينا هر أخداين بلكي تلخي نتيوة منيني خمنا إيوة دكتورة مرلين بدانا دي قد متولا خيومر شملا قد هاوي أذعيذا ينأيذا قليونوثا سورييثا يعني يوم الصحافة أو عيد الصحافة السريانية لثوالا أخنا قوسيقوما ديا قد خيوما إلى رشيما ينبريشا قد هاوي يوم مزيح بقاوي بقليونوثا سورييثا بقطيتا بوليتيقيثا يوداع قباية زوعة رشم لي خيومة وقمت خشيتا بلكي أمايت كثيواثا ملوئة ممري دورياثا بيشلو كتيبة جوس فرزونة بهرو كل يوداعة زوعة قد خاب يرخد خدسر تشرين تريانا شيتا إيث إلى عيدة قليونوثا سورييتا إيقار اليوم تبرستا من يانا قمايا من سبرزونة زهريرة بهرة هاو تبرسلي بشيتة 1840 وتشا بأرميا جو إيران وإديوم يوم كله شد آسي أمتناي ين شد آسي مردوثناي د أمتن مزيحي بخب يرخد تشرين تريانا أخيوم بريشا إذا قليونوثا سورييثا وآها إيوة من بلاطت بالخانة جبايا سبسنيق إخوة جو أمتن أخنا خيوم من داني يوماني قليونوثا ديا مزيحا وبقاوة ديا خا قصة خيتا خاملو أخينا إلى أن نقايا المدخورة بريلي بأرخد يوداع جبايا بريلي إلا دي رعيانا قاونايا رعي عام جو كنشا ديا إلى ملوءة أرآثا يعني أخا ملوءة بوليتيقايا الصورة بخيوثا يوميث الأرأى قميديا ديا يوداع ديا أمينايث أخنا ندريش يخبداها وكثير يخبدية وبريس يخبدية إديوم براشة لجو كلياثا بوليتيقايا جو جب ديا ينجو كلياثا بوليتيقايا لداها ملوءة اتلي الصورة بأرآثا وهقوياثا الأرأى ين شاركوثا بوليتيقيثا جو شلطانا لخا جو قليمة ين شوية قوانا جو بغداد ملوءة قبياثا وأرخد وثداني قبياثا يوداع قبايا أمينايث إيكالي من انطرتت صويانا حيرة كنشديا دناشديا إذ آني هاويلو حيروثد مقابي من يذكبي الوث رعيانا دي الوث صويانا دي أسقيلا لا هاوي يوداع قبايا جوخا أمتا يعني جوخا كنشا خايا يوداع قبايا إلى رابة سنسيتيف رابة حساس قايث بملوء يوداع قاونايا يعني يوداع شلطانة لي قايث اللي متولو خد خشكة إنا يوداع قبايا يبالطلو البهرة ويقنطرن بهرة اللي مغزيلو قكنشك معنا نقيته إلى هاوي دوراشة بدية هاوي كثيواثة بدية أخنا آها إلى نيشة ديا إديوم يوما إثرابع أسقوياثة صعوبات أرخت يوداع قبايا بريشايث باثر آني مصعي يوداع كنوشيايا من داني سوشيال ميديا إيثن إديوم متوي لقى يوداع قبايا بلكي تقوخا زاويثة اقتا قوخا زاوية ضيقة من سبب إيثن تنافس من الإعلام الشعبي يعني إعلام العام الغير الملتزم دلت لي صبواثة أنا نقاية كالي كسلي وكل خبر ناشا إلي خيرة من ديد آمر من ديد كاثو قميثا قد خقبا إثوالي خسبر زونا اديوم كل برصوبة منن اتلي خا صرر فون قو إيدي خا تليفون سمارت فون قو إيدي ماسي هاويلي تري 3 سبرزون ادقاني بيجز قو بثواثة قو آني سوشيال ميديا ين يوداعة كنوشيايا وآوذ مورايا من يوداعة قبة دلا تخوبة دلا بريثة تاكس دلا بريثة دريشيثة الكلاياثة دي بهبكة من قبة من سبب يوداعة قبايا يتخمن بلن ملوءة ين بلن زبوثة دخقرك شاقل يول منا يوداعة إيث
من سبب إيثن إلا بريثة درشيثة تاكس إيثن موقف سياسي له كليثة بوليتيقيثة له قبط هذا اليوم يداعى قبايا إلى جنويلوثا جوزبونوثا يعني في حالة ضعف في له وتراجع نتيجة الإعلام الشعبي أو إعلام الاجتماعي المتوفر أمام كل الناس وفي كل بيت وفي يد أي شخص يعني يعبر عن رأيه وينافس بقية وسائل الإعلام. أخنا مصيلا نقول يداع ديا دزوثة مبلخ لشان سواذايا بل كت جاي قميثة وميديا تسورث يعني يداع تسورث مبلغ خبرانة سورث ينشمي طبي نشرة أخبار بسورث ينشمي خا دوراشة خا حوار بسورث جو ميديا ينشمي موراي بريشي جو ميديا مبلغ خبرانة سورث للشانة عماية للشانة سوادايد هاوي قربة من ثياثة ناشا وتأجرتها مطيقة كنشا لا مبلغ لشانة كثاونايا ين لشانة عتيقة بعلثة أسقوثة برامته من جيبة كنشا إنا اجد سنقخوا أخنا الخشخاثة يعني مصطلحات قرق ذي رخوة أخنا لشانة شرشايا ودخوة خشلتة خبراني خاثة بل كنت رابا يالي اديوم إنا تيوي قدية أوانا إنا بليطي من مدرشة يوداع زوعة ومبلخينا البايض خبراني ويتيل سنيقوثة أودخ لك سيقونة يعني قواميس أودخ تأليفة قواميس جو ميديا زوعة قد أني خبراني بيشي مبلخي هاوي قم إيذا داني عاودة يعني يالي وبناثة إنا بلاخة جو خقلة يوداعة قباية أنا غزيثي اليوداعة ديا ليوا يوداعة قباية أما جو أمة لا إلا إيوا يوداعة أمتنايا إثوال زبوثة أمتنيثة بالزودة من دقيقة إيوا زبوثة قبيثة قضية حزبية إيوا قضية قومية بجربثة يعني شقيلة وسامة دوا أخذا اشتهارة اتليت إيوان أنا برونا داها يوداعة من شيتة تشي وخاو تشي وتري بليخن قداها يوداعة وإتلن ماصن أمر إيوا مصناعة يوداعة زوعة بليطنا من قاودي مايت عاودة إديوم يوم بلاخينا جو خقلة يوداعة جو ساما رابا خاسهم رابا ين خمناثة رابا جورتا من مصعي يوداعة عراقايا ولخة جو أقليمة وإينا كاديرة مصيانة وإديوم بيرت بالخانا إلى جو كل شوية وكل شوبانة بصورة إيوان بقديموثة بالراقة يعني بقللوثة يولي خا من دي قديمة بد يوداعة قبايا ونسيانة دي بد يوداعة زوعة وتودي إيثن بوقاري من ديانة دوراشة أخنية هديرة تودي بس يمرابة نشكر الباحث يعقوب غورغيس على حديثه حول هذا المحور الإعلام السرياني حزبيا ما له وما عليه. تحدث أيضا بالسورث وقال هناك عمل كبير قام به الإعلام الحزبي، هناك الفكر، هناك قضايا سياسية ومجتمعية. وتحدث أيضا عن الإعلام الذي كان مركزيا منذ عام 1991 وتجربة الحركة الديمقراطية الآشورية في الإعلام الحزبي وكيف كانوا متطوعين في العمل. أيضا تحدث عن الإعلام الحديث والإعلام الشعبي وقال إن هناك مخاوف من المجتمع في تعليم لغة الأم. ننتقل إلى سؤال أو سؤالين إذا هناك. نعم شيء صغير. أستاذ أمير المالح له تعقيب وينبغي أن نلتزم في الوقت. دقيقة. نعم تفضل. يعني متخير رابي كبيرة من ديانة كله مراحل يعني فتلة قاوة زوعة ويداعة زوعة بس خام انه كم من شتى اللي إلى قم خوت الشيء هم اثوى يداعة زوعة وقب خنها هم لابس زوعة قاو الطورة يعني
إثوى بهرة وإثوى بيت نهرين إثوالة وإثوى تجمع إثوال ويداعي، يعني بوزة من إثوى بس جريدة حزب البعث وقضايا سلطوية، إثوى جو معارضة جو طورة يداعي خندت برافو دوسي. محكيت قدوسي لأنا محكي لي مخاب باثر خو تشي مري إثوى يوداع تقبى إنا ليولدو شاوية ليولدو مستوى تحديات الإثوالا يعني إعلام الحزبي ورابة ضعيف رابة زب النيوة الإثوى لأن مصاياته من سبب إعلام الحزبي إلى محرقة مادية يعني إلى يعني إعلام استهلاكي إلى إعلام منتج يعني فبالتالي رابة قبديا الإثوى مصيثة تؤذي ويوداع تهوي وماطي والرابة ناشئ. لا أكيد. yeah. سننتقل هناك سؤال. نعم دكتور تفضل. مايك. نعم. شكرا جزيلا سرود سليم. أستاذ شمعون لا تحصرنا بس بالسؤال، يعني تعقيب أو إضافة هم انطينا مجال بلا زحمة. نعم. أنا أحب أعقب على كلمة الأستاذ أمير المالح والأستاذ يعقوب قورقيس، يعني كإضافة نوعية نسوها اثنيناتهم سواء كان لإغناء عن كاوكوم أو لجريدة بهرة. أنا أتوقع يعني جريدة بهرة وعنكاوكم وثقت أحداث مهمة بتاريخ شعبنا خلال مرحلة زمنية معينة كانت وسائل التواصل الاجتماعي فيها جدا قليلة، وبالتالي هذا المنبر الإعلامي سواء بهرة أو عنكاوكم صار مرجع لكثير من الباحثين والصحفيين اللي اهتموا، الأجانب تحديدا اللي اهتموا بالمظالم اللي حدثت شعبنا، وكنا نوجههم للتوجه إلى عنكاوكم أو بهرة. كون المصداقية كانت تتركز في هذا المنبرين للحصول على المعلومة الحقيقية والأكيدة. ومثل ما يعرف الأستاذ أمير مالح أيضا يعني أكو باحثين يقدمون أبحاث إعلامية خاصة بالأقليات في الشرق الأوسط، وأحد مراجعهم هي عنكاوكم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. يعني بس نعم. تأكيدا لتعقيب مداخلة الدكتور سرود، دكتورة مارلين أعتقد أنه الماجستير أطروحة الماجستير كانت عن جريدة بهرة وتأثير ديو، يعني ممكن نسمع من دكتورة مارلين عن الأطروحة اللي نالت عليها الماجستير. نعم. عن جريدة بهرة. نعم. نتحول نسمع دكتورة مارلين في الدقيقة إذا ممكن. شكرا جزيلا. رسالة الماجستير وليس أطروحة الدكتوراه، رسالة الماجستير كانت عن الصحافة السريانية منذ انبثاقها في 1849 ظهيرة بهرة في أورميا بإيران ولغاية 2007، فكانت رسالة توثيقية لتاريخ هذه الصحافة العريق. لكن الجانب العملي من الرسالة كان عن جريدة بهرة، فكان العنوان الصحافة السريانية في العراق للمدة المحددة من كذا إلى كذا، صحيفة بهرة انموذجا. تم اختيار صحيفة بهرة انموذجا للرسالة في وقتها لم تكن هناك صحافة يومية سريانية توثق توثيقا يوميا للأحداث الجارية في العراق أو في الخارج، لذلك كانت بهرة هي الأقرب لتكون نموذجا للصحافة السريانية، كونها كانت الوحيدة التي تصدر أسبوعيا على الأقل، فتم اختيارها لتكون عينا نموذج للأطروحة، وتم توثيقها على 3 محاور من بداية
تم تقسيم مسيرة بهرة لثلاثة مراحل. بداية التأسيس من كانت تصدر في الجبال وبطريقة الكتابة باليد وبالطباعة بطابعة بإمكانيات بسيطة جدا، ومن بعدها في فترة التسعينات، وأيضا بعد السقوط بفترة 2003. طبعا ما أقدر كلها يعني سريعا دا أختصرها، لكن موجودة المعلومات. كان مصادر لتوثيق هذه المسيرة الطويلة لبهرة بصراحة قليلة جدا، فقط الجريدة كانت كمصدر، ورؤساء التحرير والمحررين الذين كانوا موجودين في مسيرة بهرة منذ الصدور ولغاية 2007. والرسالة موجودة في مكتبة جامعة بغداد كلية الإعلام للي يحب يطلع عليها. شكرا. نتحول الآن إلى المحور الثالث، وهو الإعلام الكنسي، نقاط القوة والضعف، للباحثة زينة يوسف، مديرة قناة سوبورو الفضائية والقادمة من لبنان الشقيق. تفضلي زينة. بريخ صفرو صوت. الو. بريخ صفرو. بداية بدي أشكر أكيد المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بشخص مديرة الأستاذ كلدو رمزي لدعوتنا، دعوة سوبورو تي في ليكون مشارك اليوم معكم. هذا الشيء بيسرنا وبيفرحنا كثير. شكرا كثير لكم، واكيد للجنه المنظمه استاذ شمعون متى. شكرا كثير لهالدعوه. الاعلام الكنسي او الاعلام المسيحي اذا فينا نقول عنه، نقاط ضعفه ونقاط قوته، بعتقد خلينا نقول شو هو الاعلام الكنسي. هي القصه بلشت لما السيد المسيح قال اذهبوا وبشروا كل الأمم. من هون كانت الدعوة الأولى للكنيسة لاعتماد يعني لتوظيف الإعلام كوسيلة لإعلان المسيحية إلى كل العالم. الإعلام هو منصة لنشر التعاليم المسيحية، وفينا نختصر هذا الشيء بأنه نقول أنه رسالة الإعلام المسيحي هي بترسيخ المحبة والتبشير والحقيقة. شو هي نقاط الضعف؟ في كتير نقاط ضعف طبعاً، وفي كتير نقاط قوة. بنحكي أبرزها، وأكيد رح يعني هلأ لما أحكي رح تقولوا أكيد في بعد أكتر وأكتر، ولكن لضيق الوقت أستاذي. الضعف الأكبر هو ضعف التمويل المادي. يعني ما في تمويل مادي لهالنوع من الإعلام، وغياب سوق الإعلانات. يعني المؤسسات الإعلانية بتفضل تحط إعلاناتها يمكن بمطارح توصل الفكرة، مثل يمكن تلفزيون منوع هيك ممكن توصل لأكثر عدد من الناس. وكمان عندنا مشكلة بندرة وجود المراسلين. يعني مثل ما بتعرفوا انه المراسلين نحن بنلاقي مراسلين ميدانيين ومراسلين اخباريين اكثر ما انه نلاقي مراسل كنسي، وهيدا الشيء كمان بيعود لغياب التخصص بهيدا المجال، وللافتقار اكيد من الخبره، والسبب اكيد بيعود لانه نحن ما عندنا جامعات خاصه او مراكز بتعمل على هذا النوع من المراسلين. يعني بالعاده بيكون شخص او جاي من باك جراوند معين، بنقول له تعال تفضل كون معنا، واكيد بيتدرب يعني، بس بيصير مراسل بالمؤسسه يلي هو فيها، مراسل كنسي. هيدا الشيء نحن كثير بنفتقر له. واهتمام اكيد اغلب الاعلاميين تكون التغطية دعائية أكثر ما هي تغطية مسيحية، واستخدام مصطلحات
علمانية إذا بدكم أكثر ما تكون هي مصطلحات كنسية. عندنا مشاكل كمان، ضغوطات سياسية بتواجهها المؤسسات الإعلامية الكنسية بكثير من المناطق، خاصة بالشرق. في ضغوطات سياسية وفي رقابة أمنية من قبل مؤسسات الدولة، وهذا شيء يعتبر يعني كارثة إذا فينا نقول. بكثير بلدان بالشرق هون عنا بحطوا كثير حواجز وضوابط لهذا النوع من الإعلام. وكمان للأسف عنا فقدان عدد كبير من المؤسسات الإعلامية المسيحية إلى الحكمة وسوء الإدارة، وتأثر أكيد المحتوى وسائل الإعلام المسيحية نتيجة لعدم وحدة الكنائس. هيدي نقطة كتير أساسية. عدم وحدة الكنائس بينعكس سلباً على الرأي العام المسيحي. هيدي بعض نقاط الضعف. رح نروح شوي لنقاط القوة. في كتير نقاط قوة، للصراحة بعتقد هي أكثر من نقاط الضعف. طبعاً هي الإعلام الكنسي بيلبي حاجة الإنسان للبشارة، بشارة الخلاص. بيعمل صناعة رأي عام مسيحي، وبيساعد أكيد على المسيحي إنه يكون مسيحي ملتزم، مسيحي بيقدم له معنى لمسيحيته، لحضوره، لتميزه، لهويته. بيشتغل على كتير قصص بالإنسان. والأهم إنه مش بس رجال الدين بيقدروا يبشروا، كمان العلمانيين بهيدا المجال بيقدروا يكونوا كارزين مرسلين، وهيدا شغله بعتقد شغله كثير مهمه. شغله مهمه كمان، في كثير اشخاص عندهم صعوبه بالتنقل، مثل المرضى، مثل كبار السن. الوسائل الاعلام بتوصل لهم الرساله على بيتهم جاهزه، رساله الخلاص ورسالة الإنجيل. أهم شغلة بالإعلام المسيحي إنه بيشتغل بمهنية عالية، بصدق، بشفافية، بموضوعية ودقة، وأهم شيء ما بيخدش الحياء البشري. هيدا شغلة كتير مهمة. هيدا الشيء اللي بنفتقره واللي ما بنلمسه بباقي وسائل الإعلام. أكيد نشر ثقافة حياتية مش بس روحية، ونشر ثقافة السلام والأخوة لبناء الإنسان والمجتمعات. الإعلام الكنسي بيستخدم لغة جديدة للتخاطب، يعني السهل الممتنع إذا فينا نقول، يعني قريب الواحد يفهمها. وأهم شيء إنه نكسات يلي أصابت الكنيسة أثرت كتير على هيدا الموضوع، بس ما منعتها من انه تواصل رسالتها التبشيريه من خلال الاعلام. هيدي كمان بعض نقاط القوه اذا فينا نقول. طبعا في تحديات بكل يعني بالكنيسه وبحياتنا وكل شيء في تحديات، واكيد بالاعلام المسيحي والاعلام الكنسي في تحديات. التطور مثل ما الكل بيعرف، التكنولوجيا عندنا سريعة، عم تكون الأمور سريعة وبدنا نلحقها. فكتير مهم إنه نشتغل على هيدا الموضوع تنكون لاحقين على التطور اللي عم بيصير. وعندنا كمان التطور، كمان تطوير مش تطور، هو تطوير شبكات التواصل الاجتماعي الكنسية. مثل ما بتعرفوا بفترة كورونا اشتغلت كثير من الأبرشيات والكنائس إنه يصير عندها معدات لنقل مباشر، وهيدا ساعد كثير العالم إنه تحضر قداديس وتكون قريبة. يمكن نفعتنا بهيدا الموضوع كورونا. صارت شوي الكنيسة تهتم أكثر بهيدا المواضيع. والتحدي الأكبر إنه هو الحاجة على طول لنتقدم، لنتجدد بالشكل وبالمضمون على طول.
واهتمامات الرأي العام تحولت لمواضيع تلفت النظر أكثر. صرنا نطلع على الشكل، بطلنا نطلع على المضمون. فهيدا كمان تحدي كبير لنا، ولازم نشتغل أكثر على يكون المحتوى تعليمي وسريع وأكيد موجه. طبعا الحاجة الدايمة للتمويل كمان هون يعني مثل ما حكينا عن النقاط اللي قبل، كمان هون بالتحديات نحن على طول بحاجة للتمويل والدعم والتضييق على حرية التعبير والضغوط الاقتصادية يلي عم وتخلف القوانين. يعني تخلف القوانين بعض البلدان بتأثر على هيدا النوع من الإعلام كثير. ومثل ما حكينا مشكلة التراخيص بكثير لعدد من وسائل الإعلام المسيحية بكثير من البلدان كمان يعني تتعرض إذا بدكم لامتيازات قاسية وشروط كمان غير علمية. هيدي شغلة مهمة. وتحدينا الأكبر هو الشبيبة المسيحية يلي بيجذبها الأمور الثانية بهيدا العالم. فهيدا الشيء بيصعب الأمر علينا كإعلام مسيحي. هلا هودي هن تقريبا نقاط القوة والضعف والتحديات. أنا حابة أعطي نموذج عن الإعلام الكنسي، نموذج اللي هو سوبورو تي في. اسمحوا لي أحكي شوي عنه. وهيدا النموذج أنا بلشت معه من الأول، يعني منذ التأسيس. مثل ما قلنا إنه اليوم أصبحت وسائل الإعلام تطغى على العالم بشكل كبير، والاهتمامات صارت سريعة، والشريحة الأكبر المجتمع بتهتم بالأمور إذا بدكم اللي بتلفت النظر أكثر. فهون التحدي الأكبر كان للكنيسة، فصارت يعني بحاجة إنه توجه رسالة للعالم يعني بطريقة سهلة إذا بدكم، فينا إن كان من خلال فيديو، إن كان من خلال بوستات بتنزل على الفيسبوك، يعني بطريقة هيك سريعة، فيديو سريع. صارت هيك يعني العالم صارت تهتم لهي الأمور أكثر. وأهم شيء لجذب الشريحة الأكبر من العالم واللي هي الشباب يلي ما كثير بهمهم هيدا الأمر. كان هيدا تحدي كبير. وبظل هيدي الكثرة من الإعلام يعني اللي عم تتعرض له الكنيسة، أكيد شعرت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس شعرت للحاجة الملحة إنه يكون في عندها تلفزيون لها. بعرف تأخرت كثير أستاذ كالدو، بس حب شوي ضوي على سوبورو. حست إنه لازم يكون عندها تلفزيون لتوجيه رسالة أكيد مجردة من التجاذبات السياسية والمواضيع الغير مرتبطة لا بالإنسان ولا بالكنيسة. وهيك انطلقت سوبورو تي في اللي هي رسالتها أكثر روحية دينية. شو هي سوبورو تي في؟ مثل ما الكل بيعرف، سوبورو هي البشارة، وهي قناة مسيحية سريانية فضائية طبعا ناطقة باسم بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس. تفضلي استكملي زينة. فينا نكفي؟ دقيقتين. شكرا أستاذ.
رح اجرب، هي في اكثر بس انه رح اجرب كون شوي سريعه. طبعا رسالتها مثل كل رسائل وسائل الاعلام الكنسيه، بناء الانسان، اهداف حمل شعله البشاره، ارشاد الضالين الى طريق الرب يسوع، والكثير من القصص. حابه بس ضوي على شغله، انه سوبورو عندها يعني برامج بتاعنا بالكتاب المقدس، بالتاريخ السرياني، الطقوس السريانيه، تقاليد سريانيه، سير القديسين والسريان، برامج للاطفال. لحديت هلا من 2019، من 25 اذار 2019 من وقت ما انطلقت سوبورو، عندنا حوالي 65 برنامج انتاج خاص لسوبورو. يعني بثلاث سنين 65 برنامج، شغله بعتقد كثير كبيره. يعني فوق ال 750 حلقه مصوره لسوبورو. وعندنا كمان برنامج كل يوم بيومه، يلي يعني هو برنامج لايف على الهواء من الاثنين للجمعه، كمان بيعنى بالشق الروحي والشق الاجتماعي، ويبث من العطشانه. وهلا صار عندنا استوديو بالقامشلي كمان بذكرى افتتاح سوبورو ب 25 اذار هالسنه 2022 افتتحنا استوديو بالقامشلي. وهيدا البرنامج بيحكي بالسرياني، يعني المواضيع فيه على طول دائما سرياني وعربي. عندنا تغطيه اخبار الكنيسه ونشاطاتها، جميع المناسبات الطقسيه الكنسيه، لقاءات شبيبه، رسامه مطارنه، وكل هالامور يلي بتعرفوها. وكمان بتحرص سوبورو على العلاقات المسكونيه لانزهار الانفتاح على الكنائس الاخرى، بالاضافه لعدد كبير من البرامج. يعني نحن حكينا 65 برنامج، غير الحلقات الخاصه، غير البرنامج كل يوم بيومي يلي صار لهلا 857 حلقه مباشره على الهواء بثلاث سنين. 857 حلقه مباشره بمواضيع متنوعه، يعني بالاضافه للبرامج الحواريه، ومناقش كمان مواضيع جدليه وكل هالامور. في تحدي لسوبورو اكيد، تحدي مالي بدايه، والازمات المحيطه على انواعها كمان، والحروب على الكنيسه والمسيحيه وكل هالامور توضع سوبورو امام تحدي. وكمان عندنا تحدي اكبر اللي هو نضلنا محافظين على اللغه السريانيه ببرامجنا، وبالاضافه للعربيه وبالاضافه للانجليزيه والمليالم. كمان عندنا برامج باللغه الهنديه بتطلع على سوبورو، واكيد نقل نشاطات الكنيسه السريانيه بالهند دائما. انا بس بالنهايه، سوري تاخرت عليكم، بالنهايه بدي اقول انه كلامنا على طول على نقاط الضعف هو منه الا منه ضعف بقدر ما هو تحدي علينا نواجهه كلنا. هيدا التحدي لازم ما نسمح لهيدا النقاط انه تكون عقبه امام هيدي المسيره الساميه. وجودنا معا اليوم بهيدا المؤتمر هو لتعزيز ونشر الثقافه السريانيه، اعلاميه سريانيه صحيحه. شكرا لكم. تودي ساجي. نشكر الباحثة زينة يوسف، مديرة قناة سوبورو الفضائية، وهي مخرجة كبيرة أيضا في هذه القناة. هل لديكم سؤال حول هذا المحور؟ تفضل. نعم، الاسم الكريم، إذا أمكن الميكروفون. أستاذي الصوت عم بيكون شوي واطي، ما عم نقدر نسمع الأسئلة. مهندس الصوت، رتب لنا الصوت واضح؟ الصوت. إيه شوي. المتحدثة كان آمان زميل معكم من وزارة الثقافة. هل يركز الإعلام الكنيسي على نشر الثقافة المسيحية المتمثلة باللغة والثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد والتعايش السلمي بين المجتمعات، بالأخص في إقليم كردستان لوجود أطياف وثقافات مختلفة متنوعة، أم يركز على نشر الدين والدعوة المسيحية التبشيرية؟ وإذا كلاهما أي واحد يركز أكثر؟ ما عم نفهم السؤال أستاذ. إعادة، ممكن إعادة للسؤال؟ باختصار، هل يركز الإعلام الكنيسي على نشر الثقافة المسيحية المتمثلة باللغة والثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد والتعايش السلمي بين المجتمعات،
بالأخص في إقليم كردستان التي هي غنية جدا بهذه الثقافات لوجود أطياف وثقافات متنوعة فيها، أم يركز على نشر الدين والدعوة المسيحية التبشيرية فقط؟ وإذا كلاهما يا ريت نعرف أي مجال أكثر تركز. هلا عم تحكي يمكن عن إقليم كردستان، يعني أنا ما كثير بعرف هون القوانين والقصص يعني أو القنوات اللي موجودة هون، بس بالنسبة لسبورة بعتقد بتركز على كل هالأمور، إن كان أمور دينية روحية أو أمور تبشيرية أو أمور خاصة بالدين طبعاً، لأنه هي تابعة لبطركية أنطاكيا وسائر المشرق، يعني هي ناطقة باسم هذه البطركية، فكل هالمواضيع نحن بنشتغل عليهم طبعاً. أستاذ شكراً. تفضل. سؤال ثاني. نعم. تفضل. مايكروفون. سؤال ثاني. صباح الخير. أنا شمعون شليمون نائب محافظ. يعني سؤالي أكثر من سؤال، هي مسألة الكنيسة كإعلام كنسي، كرسالة كنسية، هل تمكنت من أن تواكب العصر؟ يعني إحنا أبناء الكنيسة، لكن الخطاب الكنسي دائما كان خطاب كلاسيكي، ورسالة الكنيسة كانت رسالة كلاسيكية لا تعبر كثير من المرات عن العصر الذي نحن فيه، حتى على مستوى استعمال التكنولوجيا. يعني اليوم شفنا اجت كنائس دخيلة تفوقت على كنائسنا السريانية في طرح رسالتها. يعني أنت قلتي الضعف، فعلا الضعف كان من عدة جوانب، فاليوم هل فعلا الكنيسة تنظر بنظرة أخرى أن تجدد خطاب الكنسي، أن تجدد طريق إيصال الرسالة الكنسية، وخاصة أن الكنيسة المشرق، نقول كنيسة المشرق بشقيها، سواء كانت أنطاكيا أو كانت يعني كنيسة المشرق يعني العفو في العراقية، يعني أن تبرز هويتها ككنيسة وتوصل رسالتها ككنيسة إلى جمهورها وإلى المسيحيين في العالم؟ الو اوكي. هلا يمكن هيدا السؤال كبير، انه انا جاوبك عليه، يمكن انا غير مخوله جاوب على هيدا النوع، ولكن اذا عم نحكي كتلفزيون كسوبورو، نحن طبعا مواكبين التطور، و يعني عم نتقدم شوي شوي. نحن يمكن كادر شوي صغير، ولكن عم نجرب نكون دائما موجودين ومواكبين لكل الامور. بس اذا عم تحكي عن شيء، يمكن بعتقد الكنيسه ككنيسه هي بتجاوبك على هذا الموضوع. شكرا استاذ. سلام. بالتاكيد الكنيسه لها دور فعال وضروري ومهم جدا، والكنيسه تواكب العلم والتكنولوجيا وعمليات التواصل، إضافة إلى الوعظ الضروري والمهم لإرشاد الإنسان إلى الصلاح وإلى عمل الخير وإلى الحقائق الصحيحة في هذا المجتمع. الكنيسة ضرورية جدا لمعرفة الإنسان الطريق الخير الذي يمشي به والذي تركز عليه لإقامة أفضل العلاقات بين أفراد المجتمع. المجتمع يمشي وراء الكنيسة، أقل شيء نقول 80% من الناس مهتمين بأمر الكنيسة، والكنيسة أيضا مهتمة بأمرهم بصورة جيدة جدا. شكرا جزيلا. ممكن نراك يعني؟ نعم ممكن. تفضل. الاسم الكريم؟ جبو بهنان، شاعر وناقد. جبو بهنام. نعم. شاعر وناقد. شكرا. العفو. نتحول الآن إلى رابي شمعون. نعم استفسار أستاذ يعقوب. يعني أنا حقيقة لست متابع للإعلام الكنسي السرياني،
سؤال يعني الإعلام الكنسي السرياني هو إعلام ديني بحت أم هو مثلا يتناول في مجمل خطابه الأدب، الثقافة، اللغة السريانية، التاريخ السرياني، تاريخ الجغرافيا السريانية؟ ذكرت هذا الشيء بمحاضرتي اكيد. طبعا نحن هلا يعني الاهم اكيد هي رساله روحيه دينيه، ولكن في عنا برامج بتتناول جميع المواضيع. ذكرت برنامج كل يوم بيومه، مختلف المواضيع، طبيه، ثقافيه، اجتماعيه، شبابيه، شو ما كان. اكيد يعني سوبورو ليس فقط تلفزيون ديني، هو تلفزيون منوع اكثر، اجتماعي، ثقافي، يعني بكل هالامور. طبعا طبعا. هلا نكتفي بهذا المحور وننتقل إلى المحور الأخير في هذه الجلسة، الرابع، عن الفضائيات المتخصصة للباحث الأستاذ موفق حداد، وهو إعلامي وكاتب. تفضل أستاذ موفق. صوت. نعم صوت. أكو سلامة. بيان باش. السلام عليكم. سأدخل في الموضوع بالطريقة الكلاسيكية من كلمة مكتوبة. عرفت الفضائيات المسيحية طريقها لدخول معترك الإعلام الفضائي منذ مطلع الألفية الحالية، بتأسيس بعضها في دول المهجر والشتات، وبالذات في ألمانيا، لتتكرر التجربة في دول أخرى منها أمريكا والسويد. وكانت هذه القنوات تابعة لجهات سياسية وأحزاب معروفة. تلك القنوات لم تعمر طويلا لأسباب عديدة، لعل في مقدمتها الأسباب المالية والخلاف والاختلاف بين القائمين عليها. أعقب ذلك ظهور قنوات أخرى تم تطويرها من البث الأرضي إلى الفضائي، أغلبها ذات اتجاه روحي، مع تخصيص مساحة زمنية للبرامج الترفيهية والاجتماعية المكررة والمملة. كما ظهرت أخرى كانت شريك. أستاذ موفق، خلي يكون إيقاعك شوي يعني بطيء، مو مشكلة، على الوقت حتى نسمع بشكل جيد. نعم. في العراق لم يكن البث الفضائي مسموحا متابعة أو وجودا حتى العام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، وجاء رد الفعل بظهور عشرات الفضائيات بسرعة مذهلة. وكان للمكون المسيحي حضور ضمن باكورة تلك القنوات بإنشاء قناة عاشور الفضائية التي انطلقت من بغداد، وهي قناة تابعة لأحد أحزاب شعبنا، وكانت برامجها شمولية الاتجاه، نالت متابعة واحترام أهلنا لها، إلا أنها توقفت عن البث لأسباب مالية كما صرح بعض القائمين عليها. تلتها قناة عشتار التي أسسها الأستاذ سركيس آغاجان، وتولى إدارتها الأستاذ جورج منصور، تحياتي لهما، نهاية العام 2005 في بلدة أنكاوا المباركة، لتكون القناة متميزة ببرامجها وبرامجها وطرحها. دام بثها 14 عاما بنجاح وتصاعد. باختصار، الطموح بإنشاء فضائية مسيحية سيكون نوعا من العبث بسبب كلفتها المادية الهائلة مقابل مردودها المحدود. اليوم الفضائيات الكبيرة عالميا ومحليا تترنح تحت سياط نجاحات وحش صغير الحجم كبير الأداء، أصبح لصيقا بنا وشتت لمتنا العائلية حول جهاز التلفزيون الذي ما عاد وجوده أكثر من سلعة رمزية، فهو إن حضر لا يعاد وإن غاب لا يفتقد. فقط نبقي عليه إكراما لمقولة في بيتنا تلفزيون، هذا الذي صار مالئ الدنيا وشاغل الناس كما واضح بين أيديكم، وقد أتى بما لم تستطعه الأوائل يا أبا العلاء المعري. إذن لا بد من معايشة الثورة الإلكترونية التي تسير بسرعة هائلة غير عابئة بمؤتمراتنا وندواتنا وبياناتنا الختامية. علينا أن نفكر بقادم الأيام ولنعمل بواقعية في معالجة وضعنا الإعلامي مسموعا ومقروءا ومشاهدا، ولنترك المزايدات العقيمة، فالشمس لا تحجب بغربال. إن نجحنا مبارك لنا، وإن لم نوفق فيكفينا شرف المحاولة الجادة، وسنعيد المحاولة مرات ومرات. شكرا لكم. هل هناك سؤال؟ تفضل. نعم أستاذ نويل. تفضل أستاذ نويل. نويل جميل، شاعر سرياني ومدير إذاعة آشور في الحمداني.
بالنسبة للإعلام السرياني، قناة عشتار نموذجاً. كان هناك نفس تهميشي ونفس إقصائي للكثير من المسؤولين السياسيين أو الدينيين، حيث كانت تضع خطوط حمراء على بعض الشخصيات وبعض الاتجاهات السياسية. هذا ما لاحظناه. فكان بعض هذا الإعلام كان إعلاما سلبيا، على الرغم من الجهود الهائلة اللي قدمتها خاصة قناة عشتار التي توقفت. فالإعلام كان انحيازيا بعض الشيء. هذا ما لمسناه خلال فترة بث قناة عشتار. وشكرا. شكرا أستاذ نويل. سؤال ثاني ناخذ من الأخ المخرج طاهر. نعم، سعيد. طاهر سعيد، مخرج تلفزيوني. طبعا بما تكلم به أستاذ موفق، هل يقصد أن نلغي الفضائيات اللي قدمنا مشوار كبير بها، إذا فضائية آشور، سوبورو، قناة عشتار، نلغيها ونتجه إلى المعلوماتية والإنترنت؟ اللي منو راح يقود هذه المواقع؟ هذا الإعلام منو راح يقوده؟ أشخاص من البيت، من المنزل، أحزاب؟ إحنا قناة كانت فضائية، كانوا المئات معادين لهذه القناة اللي كانت تخدم شعبنا. والمثال الدليل الأستاذ هنا، أنا مخرج بقناة عشتار الفضائية، ما كنا نفرق بين أي شخص، حتى المسلمين والمسيحيين والأكراد وما عدا أبناء شعبنا، ما كنا نفرق. يعني بكرة بعد بكرة نلغي الفضائيات، نتجه إلى الإعلام. إحنا الفضائيات ما خلصوا منها، نتجه إلى الإعلام الخفي. شكرا جزيلا. أيها الإخوة الحضور، بالمحور الرابع والأخير من هذه الجلسة الأولى لمؤتمر الإعلام السرياني، نختتم هذه الجلسة ونشكر المتحدثين فيها: الأستاذ الباحث أمير المالح القادم من السويد، وكذلك الباحث يعقوب غورغيس، والباحثة زينة يوسف، والباحث الأستاذ موفق حداد. سنستكمل معكم جلسات هذا المؤتمر. ستبدأ بعد قليل مباشرة الجلسة الثانية، وستدير هذه الجلسة الكاتبة والإعلامية جورجينا بهنام حبابة. شكرا لكم جميعا.